3 2 1 اكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. ان شاء الله النهارده هنبتدي نشرح درس او فكرة ازاي اضرب عدد في عددين او اكثر، او اضرب عددين في عددين او اكثر. واحدة واحدة كده هنبتدي نجيب الضرب من اوله خالص. قبل اي حاجة لازم نسمي الله بسم الله. تاني حاجة لازم تكون حافظ جدول الضرب عشان تعرف تحل الدرس ده وتكون متمكن فيه كمان. لازم انا اكون حافظ جدول الضرب كويس جدا. نصيحه مني لاولياء الامور، جدول الضرب مهم جدا 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 للطلاب الابتدائي، بالذات المرحله الرابعه والمرحله الخامسه، سنه رابعه وسنه خامسه، مهم جدا جدا جدا. فيفضل ان يحفظ جدول الضرب كما انزل، يحفظ جدول الضرب زي اسمه بالظبط، وان شاء الله خير وربنا يوفق الجميع، اللهم امين. واحده واحده كده بقى نبتدي. عندك 3 افكار هم اللي هناخدهم ان شاء الله النهارده. اول فكره بيقول لي استراتيجيات الضرب. يعني ايه يا مستر استراتيجيات الضرب؟ يعني انواع الضرب، يعني ايه الطرق اللي انا ممكن اضرب بيها وتسهل عليا. في كذا طريقه يا مستر، في كذا طريقه يا مستر. طب يبقى انا كده عندي استراتيجيات، يعني ايه؟ يعني انواع. بالبساطه كده حاضر، انواع الضرب او خطوات الضرب او طرق الضرب. طرق ممكن اسميها طرق برضه اللي انت عايزه. طيب تاني حاجه عندك هنضرب عدد في عددين او اكثر. يعني ايه يا مستر؟ هتبدا تعرفها في الامثله ان شاء الله. بعد كده هتضرب عددين في عددين او اكثر. اقصى حاجه عندك عددين يا باشمهندس. طيب واحده واحده كده بقى نجيب مثال بسيط، وليكن 5 في 15. نفس الكلام بس بكذا طريقه او بكذا استراتيجيه مختلفه. اول استراتيجيه عندي خدتها في الصف الثالث الابتدائي، التوزيع. وكنت بقول للطلاب عندي اما تيجي توزع، هي اسمها كلمة توزيع، فبتوزع ايه؟ بتوزع الكبير. بص توزيع كبير، توزيع كبير. حلو قوي. يبقى فين الكبير يا باشمهندس؟ الكبير هي ال 15. يبقى انا هبتدي اوزع ال 15. كنت بوزعها ازاي يا مستر؟ اعرفك واحده واحده. هنزل الخمسه دي زي ما هي، وانزل علامه الضرب دي زي ما هي. ال 15 بقى هي دي اللي هتتوزع. هوزعها ازاي يا مستر؟ هتفتح قوس كده يا حبيب قلبي، وكنت بتقول دي في خانه الاحاد فنزلها 5، وده في خانه العشرات فنزله 10، وما بينهم زائد، فبالتالي 5 زائد 10 بكام؟ ب 15. يبقى انا ما غيرتش في المساله وابتدي اضرب. هتضرب ازاي يا مستر بقى؟ هضرب الخمسه دي مره هنا في الخمسه دي، وبعد كده الخمسه دي في العشره دي. دي استراتيجيه. واحده واحده. 5 في 5 ب 25. 5 في 10 مش عارفها يا مستر. لا ركز معايا، ما دام اي حاجه فيها اصفار نزل الصفر يا حبيبي. نزله واعتبر ان انت مش شايفه خالص. ب 50. حلو. يبقى انا كده دلوقتي نزلت الصفر وقلت في الاخر 5 في 1 ب5. يبقى انا كده الناتج طلع عندي ب 50. او الناس اللي حافظه جدول الضرب كويس، ال5 في 10 ب 50. طيب بعد كده ايه؟ انت عندك في النص هنا زائد. يبقى حط زائد. اجمع بقى. 5 زائد صفر. ما نيجي نجمع احاد مع احاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، وهكذا. طبعا الصف الخامس عارف الكلام ده كويس. 5 وصفر هي الخمسه. 2 و5 7. يبقى انا كده الناتج طلع عندي كام؟ 75. المفروض يا باشمهندس لما اجي احله بالطريقه دي يطلع 75، ولما اجي احله بطريقه الخوارزميه المعياريه برضو يطلع بكام؟ ب 75. ماشي. الناتج فوق ال5 في 15 طلع بكام؟ ب 75. نيجي بقى نضرب ال15 في 5 هنا بس بطريقه المستطيل، نفس شبيهه بالتوزيع بالظبط، فعشان كده جايب لك الاثنين ورا بعض. بص كده بتوزع الكبير برضو، بنكتب الكبير في الحته الطويله دي. لو تلاحظ الخمسه دي اقل من 15، فالخمسه دي بنكتبها في الحته دي. يعني اكتب هنا 5، كتبت هنا 5. حلو قوي. وبعدين هوزع ال 15 دي، هوزعها لايه؟ ل5 و10. قال لا يا مستر ده انت برضو هي نفس الكلام. طب وبعدين هو ليه سموها يا مستر مساحه المستطيل؟ لو تلاحظ يا باشمهندس ان المساحه بتساوي الطول في العرض، فانت طولك هنا كام؟ 10 وعرضك كام؟ 5. يبقى 10 في 5 بكام؟ احط الصفر. 1 في 5 ب5. جدع. طيب بعد كده هنا طولك كام؟ لحد هنا طولك كام؟ 5.
عرضك كام؟ 5. ف5 في 5 ب 25. طب وبعدين يا مستر هتجمع المربعين دول تبقى انت كده جبت الناتج كله. فيلا يا باشمهندس هتقول 50 زائد 5 وايه؟ 25. ها 0 و5 هي الخمسة، 7 5 و2 هي السبعة. يبقى انت برضه الناتج عندك طلع 5 وايه؟ و70. نيجي بقى هنا لأم الاستراتيجيات وأم الخطوات دي كلها والأرقام دي كلها. بقول لك ايه هي الخوارزمية المعيارية؟ هم الخوارزميين العرب أجدادك زمان. طيب شوف بقى هم كانوا بيضربوا ازاي، ركز معايا. قال لك انت هتجيب الكبير تحطه فوق، الكبير اللي هو ال 15 هتحطها فوق اهي. تمام؟ في هتحط الخمسه دي تحت، الصغيره دي تحت، وشد كده. الله ده ماشي. طيب اما نشوف كده. وبعدين هتضرب الخمسه ده اهي في الارقام دي كلها اللي هم الخمسه والواحد. يلا 5 في 5 ب 25. 25 يا مستر. اكتب ال 25 كلها يا مستر؟ لا، بنكتب الرقم الاولاني بس اللي هو كام؟ الخمسه. طب وبعدين؟ قال لك الاثنين دي بقى بتفضل على ايدك. خد بالك على ايدك الشمال، اجباري ايدك الشمال. تمام؟ ركز معايا. طيب 5 في 5 ب 25. باخد الرقم الاولاني اللي هو الخمسه واخد الاثنين على ايدي. طيب وبعدين 5 في 1 بخمسه. 5 في 1 بخمسه. وكم معاك 2 يبقى 7. الله ده دي سهله يا مستر. طب ما تديني مثال كمان على دي. عينيا خد كده. الخوارزميه المعياريه. ركز معايا يا باشمهندس. وليكن جيت قلت لك عايز اضرب الاثنين ده اهي في 153. هتقول لي ايه يا وحش؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه لو انا عايز اضرب 2 في 153 بالخوارزميه المعياريه؟ هتعمل ايه؟ قول لي بقى في الكومنتات. ماشي ركز معايا. اول حاجه المستر قال لي بكتب الكبير فوق اهي 153 في 2. ماشي 2 في 3 ب 6. هكتبها كلها ولا لا؟ هكتبها كلها ما دام رقم واحد بكتبه كله. طيب 2 في 5 ب 10. هكتب ال 10 كلها؟ لا، انزل الصفر والواحد ده على ايدي. طيب 2 في 1 ب 2. وكم معاك واحد؟ يبقى كام؟ يبقى 3. الله يا مستر. طب استنى اتاكد بالاله الحاسبه. اتاكد براحتك الناتج هيطلع كام؟ 306. طيب واحده كمان. عايز اضرب يا مستر مثلا وليكن 2700 25 وليكن. يا مستر تكبر عليا قوي يا مستر. هضربها في كام؟ هضربها في 5. يلا معانا ابو حد حوش. الناتج بكام يا بنجي؟ هكتب الرقم الكبير فوق يا مستر 5 2 7 2 في 5. يلا يا باشا شغل مخك شغل مخك. يلا 5 في 5 ب 25. هكتب الخمسه يا مستر ومعايا الاثنين على ايدي اهي. وبعدين 5 في 2 ب 10 والاثنين يبقوا 12. ما انا بعد ال10 بعد ال10 11 12. مش هكتب ال12 كلها. انت يا جماعه تركيز معايا كده معايا. انا ضربت 5 في 5 ب 25. نزلت الخمسه وقلت اخلي معايا الاثنين. بعد كده جيت اضرب 5 في 2 ب 10. وكم معاك 2 بقوا 12. مش هينفع انزل ال 12 كلها. بنزل اول رقم بس اللي هو الاثنين وخلي معايا الواحد. طيب 5 في 7 ب 35. عشان كده قلت لك لازم تكون حافظ جدول الضرب. 5 في 7 ب 35. وكم معاك واحد على ايدك اهو يبقى 36. هكتب ال 36 كلها يا مستر؟ نو، الستة بس. واخلي على ايدي الايه؟ الثلاثة. جدع اللي قلت الثلاثة. طيب 5 في 2 ب 10. وكم معاك 3 يبقى 13. يلا تاريخ ميلادي 25 4 في 9. يلا يا باشا يلا يا باشا. هكتب 254 في 9. واحدة واحدة بقى. نفس اللي احنا بنعمله هنعمله كل مرة. 9 في 4 36. لازم اكون حافظ جدول الضرب. لازم اكون حافظ جدول الضرب. احفظه يا حبيبي، قسمه. احفظ كده من اول الاثنين لحد الخمسة وريح. احفظ من حد الستة لحد الثمانية وريح. باقي الجدول هتلاقيه يجي معاك سهل. جدول التسعة والعشرة والحداشر والاتناشر سهل. طيب ماشي يلا. يبقى 9 في 4 ب 36. هنزل لا يا مستر 6 ومعانا الثلاثة بقى. ما احنا خلاص حفظنا. ماشي 9 في 5 ب 45. وكان معاك 3.
3 جمعهم، بعد ال 45 46 47 48. طلع لي 48 يا مستر، اعمل ايه؟ هنزل ال8 واخلي الاربعه ايه؟ على ايديا، معايا 4. ركز ماشي. 9 في 2 ب 18. وكم معايا 4؟ عدي بالراحه كده. بعد ال 18 19 20 21 22. يبقى الناتج كام؟ 22. يبقى الناتج طلع 2286. صلي بينا على النبي. كده عرفت يا باشمهندس انواع الاستراتيجيات او طرق الضرب. اول استراتيجيه التوزيع، وبعدين يا مستر تاني استراتيجيه مساحه المستطيل. تاني استراتيجيه يا مستر الخوارزميه المعياريه. ركز معايا، عندك 3 انواع هم دول اللي خدتهم حتى الان. توزيع، مساحه مستطيل، خوارزميه معياريه. توزيع، توزيع، مساحه مستطيل، خوارزميه المعياريه، الخوارزميه المعياريه، خوارزميه معياريه، خوارزميه معياريه. طيب نبتدي بقى نشوف. دلوقتي شفنا ضرب عدد في عددين او اكثر، ومن طريقه الخوارزميه المعياريه وشفناها وجربناها. حلو قوي. بنكتب الكبير فوق وبنحط على ايدينا وبنكمل ونعد ونكتب اول رقم والكلام ده كله. طيب بعد كده هشوف ايه بقى؟ بعد كده انتقل لضرب عددين في عددين او اكثر. بس قبل ما اضرب اكتب لك شويه مسائل، ثبت الفيديو وحلها براحتك، واكتب لك الاجابات بعدها على طول. لو جبت يا باشمهندس 8 من 8 فانا احييك، فانت بطل من طلاب مستر ابراهيم نواره. طب دي حاجه حلوه قوي. لو في حاجه عندك غلط ارجع تاني شوف ايه الغلط، دي الاجابات الصح. ولو في حاجه غلط معاك شوف وارجع ومع نفسك. نشوف ضرب عددين في عددين او اكثر بالطرق المختلفه. ركز معايا، ركز معايا، ركز معايا يا باشمهندس وصلي بينا على النبي. طيب عليه الصلاه والسلام. عندك يا باشمهندس 3 استراتيجيات برضو في نفس ضرب عددين في عددين او اكثر. ركز معايا. احنا خدنا اول حاجه ضرب عدد في عددين او اكثر. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا ده كده عدد يا حبيبي، اضربه بقى في عددين مثلا زي كده او اكثر او اكتر بقى زي ما انا عايز. طيب المره دي هناخد عددين تبقى حاجه زي كده مثلا في عددين برضو او اكتر. واحده واحده بقى. ركز معايا وصلي بينا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. ابتدي اشوف عندي بطريقه التوزيع. اديني مثال يا مستر. عايز اضرب يا حبيب قلبي 13 في 45. ابسط الامور خالص خالص خالص. اما تيجي تحل احل ازاي؟ دي خاصيه ايه؟ توزيع. فلما باجي بوزع الكبير. قال لك المره دي هما الاثنين فيهم حاجتين فهوزع الاثنين. جدع وحش. طيب اوزع ال 13 تبقى كام؟ 3 زائد 10. 3 في الاحاد 1 في العشرات. في 45 جدع يا اللي قلت 5 زائد 40 اسطوره. جدع. طيب اعمل ايه يا مستر بعد كده؟ سهله يا حبيبي. هتضرب مره ال3 في 5 وال3 في 40 وبعد كده ال10 في 5 وبعد كده ال10 في 40. حلو قوي. ماشي. طب تعال نشوف كده. 3 في 5 ب 15. 3 في 40 مش حافظها يا مستر. اعمل ايه؟ ال3 في 40 يا هلا. ما دام يالا جاب لك فيها صفر يا هلا يبقى نزل الصفر يا هلا. احط زائد بس كده لان هجمع الارقام دي كلها. ركز معايا. 3 في 5 ب 15 زائد 3 في 40 احط الصفر و3 في 4 ب 12 يبقى الناتج 120. ده لما بيجيب لي صفار الواحد يفرح. لما يجيب لك اصفار في الضرب افرح. افرح يا حبيبي كده. خلي كده من جواك فرحان. طيب بعد كده زائد 10 في 5 حط الصفر و1 في 5 ب5
10 في 40. ها المرة دي هعمل ايه؟ هنزل الصفرين، ما انساش انزل الصفرين. 1 في 4 ب4. وبعد كده يا باشمهندس هتجمع. ركز معايا بقى، ركز معايا. ها هاخد احاد مع احاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، وهكذا واحدة واحدة. 5 وصفر 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 هي الخمسة. ها 1 و2 3 و5 8 وصفر 8. بدع. طيب ده اتاخد كله مع السلامة، وده اتاخد كله مع السلامة. لا ده فاضل له واحد اهو، صدق فاضل له واحد اهو. ده اتاخد كله وده فاضل له 4. يلا 1 و4 ها 5. جدع. يبقى الناتج كام يا باشمهندس؟ 585. تعال لما نيجي نشوفها كده بالخوارزمية، نفس الكلام اللي المستر قال لي بكتب الكبير فوق والصغير تحت. يلا يا وحش. ها 3 في 5 3 في 5 ب 15. هكتب الخمسة واخلي معايا الواحد على ايدي. وبعدين 3 في 4 ب 12. وكان معاك واحد 13 اهي. ها اعمل ايه في الواحد ده يا مستر؟ ولا انا يا مستر بضرب ال3 في 5 والواحد في 4 ولا احنا عملنا ايه؟ ركز معايا انت يا باشمهندس. اما تيجي تضرب عددين في عددين او اكثر بتعمل ايه؟ بتشوف يا باشمهندس العدد ده تضربه في كل دول، ها والواحد ده اهو تضربه في كل دول. بس لما تيجي تضرب الواحد يبقى فكرني اقول لك على تك كده معينه ما تنساش. طيب يلا تعال نضرب بقى ونكمل واحده واحده كده يا باشمهندس. نرجع تاني. عندك هنا كام؟ 13. ضربنا الثلاثه في كله. 3 في 5 15. 5 ومعاك الواحد. 3 في 4 ب 12 وكان معاك واحد 13. يلا هاجي اضرب الواحد. 1 في 5 ب5. 1 في 4 ب4. وبعدين يا مستر لا يا حبيب قلبي انت نسيت تقول لي على التكه اللي انا قلتها لك من شويه. نمسح الواحد ده فين؟ خانه ايه يعني؟ خانه العشرات. طب مش المفروض تحط له صفر احتراما له وتقديرا له؟ ايوه ما دام في العشرات احط له صفر. وما انساش اوعى تنسى تحط الصفر، اوعى تنسى تحط الصفر. عمرك شفت برتقانه طالعه من غير قشره؟ لا طبعا يا جدع القلب استوى. طيب يبقى انا كده نزلت الصفر بتاع عشرات. 5 1 في 4 ب4. وبعدين اجمع بقى يا حبيب قلبي. ضربت الثلاثه في كله ونزلتها هنا. ها ضربت الواحد في كله وحطيت الصفر طبعا ما نسيتهوش. واجمع بقى. يعني كلها فيها تجميع يا مستر، كلها فيها تجميع. اي خاصيه او اي استراتيجيه من استراتيجيات الضرب لازم يكون فيها تجميع، لازم تكون حافظ جدول الضرب. فهو بقى كده معاك. ها اجمع بقى. 5 وصفر هي الخمسه. 3 و5 8. 1 و4 5. الله ده هي مستر في مساحه المستطيل. في مساحه المستطيل. تعال ما نشوف. ها ركز معايا. مساحه المستطيل اهو. ركز معايا. بعمل ايه؟ المره دي هنا رقمين في رقمين. هعمل ايه؟ كنت يا مستر بعمل كده واكتب هنا دي 45 في 13. بكتب هنا 5 وهنا 40. وكنت بكتب هنا الرقم الصغير يا مستر. بس المره دي الرقم الصغير مكون من رقمين، او العدد الصغير مكون من رقمين احاد وعشرات، فهتضطر تقسم. يا ابن اللذينه. يعني هخلي هنا 3 واخلي هنا 1 10. ركز معايا. الواحد في العشرات دي كده ب10 زي ما انت ما كتبت الاربعه دي كده 40. وبعدين مساحه المستطيل يلا هضرب ال40 في 3. انزل ايه؟ صفرك. 4 في 3 ب 12. هضرب ال5 في 3 15. هضرب ال40 في 10. انزل صفريني. و4 في 1 ب4. وتضرب ال5 في 10. 5 في 10 انزل الصفر وانزل 5 واجمع. يلا تعالى جمع. 5 وصفر هي ال5. وصفر وصفر هي ال5 اهي. 1 و5 6. و2 8. وصفر 8. حلو. اتبقى هنا حاجه؟ نو. هنا حاجه؟ نو. هنا بقى حاجه؟ يس. اتبقى 1 واتبقى 4. طب 1 و4 كام؟ 5. يبقى الناتج طلع ايه؟ كل واحد اهو 505 وايه؟ 585. نبتدي نشوف افكار كتيره على الخوارزميه لان هو ده شغلك، هو ده شغلك يا باشمهندس. الطالب بيحب الخوارزميه وهي الخوارزميه المعياريه هي اللي ماشيه.
هي اللي ماشيه كده في السكينه في الحلاوه كده. ركز معايا، هنشوف تدريبات اكتر. ها، بسم الله يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يلا يا ابني نخش على التقيل، يلا نخش على التقيل. السعان يجيب له نسكافيه، والبردان يجيب له نسكافيه، والجعان يجيب له محشي. يلا يا ولد. هناخد مثلا 45 في 153. مستر نحلها بقى خاصيه. خلاص بقى احنا عرفنا بقى الخوارزميه بقى، الخوارزميه بقى. ماشي ركز معايا. اكتب الكبير فوق واكتب الصغير تحت، واضرب ده في كله وده في كله، بس ده اديله احترامه الصفر. طيب يلا دوس. 5 في 3 ب15. 5 ومعاك الواحد اهو، الواحد على ايد الشمال يا مستر. 5 في 5 ب25، وكان معاك واحد 26. هكتب ال26 كلها؟ نو، هكتب ال6 ومعاه ال2. يس. طيب 5 في 1 ب5، ومعاك 2 7. يس. اجي اضرب الاربعه. 4 في 3 نو 4 في 3 نو. حط الصفر الاول قبل ما نضربه الاربعه في 3 يلا يبقى 4 في 3 لازم نحط الصفر الاول. 4 في 3 ب12. هكتب ال12 كلها يا مستر؟ نو، اكتب الاثنين واخلي معايا الواحد. طيب 4 في 5 20، وواحد 21. انزل الواحد ومعايا الاثنين. 4 في 1 ب4، و2 يبقوا كام؟ يبقوا 6. جمع يا باشمهندس، جمع. 5 و0 هي ال5. 6 و2 8. 7 و1 8. 6 تنزل. الله الله، ده الضرب بقى حلو قوي. الله، كمان مسألة كمان مسألة. عندك هنا يا باشمهندس جايب لك 99 في 999. يلا الوحش الكاسر اللي هيعرف يضرب دي. ركز معايا وشخشخ لي مخك كده. شخشخ لي مخك ايه؟ ركز معايا وصحصح لي مخك ايه؟ ركز معايا وصحصح لي مخك كده، وصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا باشمهندس هنكتب الرقم الكبير فوق والصغير تحت يا مستر. يلا يا باشا. 9 في 9 ب81. هنزل ايه؟ الواحد ومعايا ال8، بس مش عارف احطهم على الشمال، يبقى اكتبها على جنب كده عادي مش مشكله. طيب تاني هضرب ال9 ده يا مستر في كله. ضربت ال9 في 9 ب81. نزلت الواحد ومعايا الكام؟ ومعايا ال8 على ايد اهي. بعد كده 9 في 9 ب81، وكان معاك 8. جمع بقى 1 و8 9. 8 ومفيش هي ال8، يبقى الناتج طلع 9 وكام؟ 89. انزل التسعة ومعايا ال8 على ايدي برضه. طب يا مستر بعد كده 9 في 9 تاني برضه ب81، وانا كان معايا 8. جمع 8 و1 9 وانزل ال8، فهتنزل ال9 وتخلي معاك ال8. لا يا مستر ده كان اخر رقم. طب خلاص يا حبيبي انزل ال8، ما دام اخر رقم انزل كله. يبقى انا كده ضربت ال9 في كله. ولو مش قادر تفهمها ثبت الفيديو وارجع تاني، حاول مع نفسك وركز كده الارقام على جنب بالراحه. طيب بعد كده هاجي اضرب بقى ال9 ده في كله. نفس القصه اللي انا عملتها. واحد يقول لي ايه يا مستر ايه انت ضربت ال9 دي في كله وطلعت لك ده، برضه اما نيجي نضرب ال9 في ده في كله هتطلع لك ده. اقول له لا، اقول له لا. وديت فين القشره؟ وديت فين قشره البرتقال يا ابني؟ الصفر. يبقى ديت في العشرات احط لها صفر احترام. حطيت الصفر. حلو قوي. اضرب بقى 9 في 9 ب81. 1 ومعاك ال8. 9 في 9 ب81، وكان معاك 8 يبقوا 89. اكتب ال9 واخلي معايا ال8. يلا 9 في 9 ب81. جمع يبقوا 89. اكتب ال9 واخلي معايا ال8. مستر ده اخر رقم يا مستر. نزل ال8 يلا. جمع جموعه. 1 و0 هو الواحد. 9 و1 10. اعمل ايه؟
صفر ومعاك الواحد. واحد على التسعة 10. 10 وتسعة 19. ها 9 ومعاك الواحد على التمانية، يبقى 1 و8 9. 9 و9 18. بكتب التمانية والواحد على الخانة اللي بعدها على التمانية. ها يبقى فيها كام؟ يبقى فيها التسعة. يبقى الناتج عندي طلع كام؟ 98,000 900 وكام؟ 901. 98,901. نشوف مسائل تانية ونصلي بالله على النبي عليه الصلاة والسلام. يديك مسألة زي ديت يا باشمهندس، بيقول لك اشترى مستر ابراهيم 15 صندوق، اللهم امين يا رب العالمين. سعر الصندوق الواحد بكام؟ ب 187. احسب ثمن الصناديق. عايزين نحسب ثمن الصناديق. ركز معايا يا حبيب قلبي، ركز معايا. هديك افهمك المثال ده بمثال بسيط جدا جدا جدا. تعالى كده على جنب. لو انت يا حبيبي رحت كده اشتريت كيسين اندومي من ورا بابا وماما، نفترض، والواحد كان ب5 جنيه ايام الرخص، والواحد كان ب5 جنيه، يبقى انت تدفع للراجل كام؟ 10 يا مصر. عملت ايه يا حبيبي؟ قلت 5 و5 يبقى 10. طب في طريقه تانية بدل ما تقول 5 و5؟ ممكن اقول 5 في 2. 5 في 2 بكام؟ ب10. طب خد التقيله، انت جبت بلاش 4، جبت 10 اكياس اندومي، الواحد ب5 جنيه، فانت دفعت للراجل كام؟ بالراحه كده، انا جبت 10 اكياس والواحد ب5، لسه اقعد اقول 5 5 5؟ لا، ما انا اشوف هم عددهم كام واضربهم في سعر الواحد. فانت معاك 10 اندومي والواحد ب5، يعني 10 في 5 ب50 يا مستر، 50 جنيه. صدق صعبه، ما كنتش عارف اعملها بالجمع. واحده واحده تعرف تتحل يا باشمهندس. نيجي بقى نبدا نشوف المثال ده. الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اشترى مستر ابراهيم 15 صندوق. حلو. سعر الصندوق الواحد 187 جنيه. احسب ثمن الصناديق. عايزين ثمن الصناديق الاجمالي يعني كله على بعض. طب اعمل ايه يا استاذ؟ احنا قلنا هنضرب. يعني هضرب كده 187 في 15. هعمل ايه؟ استاذ ده انا عندي كذا استراتيجيه، عندي توزيع، عندي مساحه مستطيل، عندي خوارزميه معياريه. اعملها بأي طريقه؟ قال لك ساعتها يا باشمهندس ايها الطالب الجميل اللزوز، في اي طريقه تعملها، اي استراتيجيه تعملها. عادي يا مستر؟ يعني اي حاجه بحبها اعملها، الطريقه التي تفضله. يلا يا عم، معانا ابو حد حاول. مستر انا عايز اعملها بالخوارزميه، واحد يقول لك انا عايز اعملها بمساحه المستطيل، واحد يقول لك انا عايز اعملها بالتوزيع. يا مهندس مفيش مشكله، اعمل وابعت لي في الكومنتات ولو صح مفيش اي مشكله ونحلها سوا. طيب اجي اضرب 187 في 15، بكتب الرقم الكبير الاول يا مستر. حلو. في ال15 تحت يا مستر. يلا يا حبيبي ضرب كده بسيط بقى، واحده واحده كده. انا معاك اهو، انا معاك اهو، ما تقلقش. يلا 5 في 7 ب 35. ما بكتبش ال 35 كلها يا مستر، بكتب ال5 ومعايا ال3 على ايدي الشمال. طيب 5 في 8 بكام؟ 5 في 8 يا مستر، 5 في 8 لازم تكون حافظ جدول الضرب ب 40. 5 في 8 ب 40 ومعاك 3 يبقى 43. هكتب كله؟ اكتب ال3 واسيب معاها ال4. طيب وبعدين 5 في 1 ب5 وكان معاك 4 يبقى 9 يعني. 5 في 1 ب5 وكان معاك 4 يبقى 9. ضربت ال5 في كله؟ ضربت ال5 في كله. اضرب بقى الواحد في كله، بس حط له احترام. ايه؟ احترام الصفر. اديله صفر له احترام يا عم، ده في العشرات احنا مش قده. يلا 1 في 7 ب7، 1 في 8 ب8، 1 في 1 ب1. جمع. حاضر. يلا كده 5 و0 هي ال5، 3 و7 10، 0 ومعاك الواحد ده هتحطه على مين؟ على ال9. يبقى كام؟ يبقى 10. 10 و8 18. هكتب ال18 كلها، هكتب ال8 ومعايا الواحد. واحد على الواحد بقى فيها الاثنين، يبقى الناتج كام؟ 2805. 2805. عايزك تحل دول يا باشمهندس. تثبت الفيديو وتحل دول وهتلاقي الاجابات بتاعتهم بعد شويه. دي الاجابات بتاعتك ايها الطالب
ركز معايا بقى. اي خطوه، اي مساله صعبه عندك في الرياضيات بالنسبه للصف الرابع الابتدائي، او بالنسبه للصف الخامس الابتدائي، او بالنسبه للصف السادس الابتدائي، ممكن يبعت لي في الكومنتات وانا تحت امره من عندي قبل العندي. هظبطك اي حاجه صعبه باذن الله، باذن الله هسهلها عليك باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله استنى الفيديو الجاي. القسمه، بدايه القسمه ان شاء الله نعرف بدايه القسمه زي ما عرفنا كده، بدايه الضرب واحده واحده نتعلم، الدنيا تبقى سهله ان شاء الله. واستنى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اوعى تنسى اللايك والكومنت الشير. السلام عليكم.